اما للطلبة فحدث ولا حرج. علاء كاظم، حسين سعيد، اسماء كبيرة. حسين سعيد يصل ل10 اهداف. كرة الان انتقالات شرطاوية للوصول الى المرمى. احمد ايوب، قيثارتي هي اعزفي للشرطة لحن الوفاء، خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء. قيثارتي هيا اعزفي. هكذا جمهور الشرطة يقول. هدف عن طريق احمد اياد. الله يا ديربي بغداد، الله يا ديربي بغداد، الله يا ديربي بغداد. عن طريق احمد اياد الشرطة يتقدم بهدف جميل من اختراق روعة، وهدف جميل ملعوب. الله، هنا ابتدأت القصة، هنا ابتدأت الرواية، هنا محاولة وهنا زرع الكرة احمد اياد. كرة جميلة، الله، اخترق وسوبرمان في الكرة الاخيرة وسجل احمد اياد هدف التقدم الاول في الدقيقة 20. الشرطة يشعل المدرجات واحمد اياد يشعل المدرجات، والشرطة يتقدم بهدف مقابل لا شيء. محاولة للتنظيم من جهة اليسار، كرة شرطاوية للثاني. امجد كلف، اسمر يسمراني الى مهدي، ضربة جزاء، ضربة جزاء للقيثارة الخضراء. قصي منير وامجد، الان امجد كلف على ضربة جزاء للشرطة. جول ديربي الكبيرين للقيثارة الخضراء. الهدف الثاني، ديربي العاصمة يفوح منه العطر. الشرطة يسجل الهدف الثاني، وقلب الحب الى من يحب امجد كلف، الى جمهور الشرطة او من يعشق جمهور الشرطة امجد كلف. وهنا مصطفى كريم بروح جميلة، روح جميلة من مصطفى كريم، راح يهني امجد. وعلى يسار حارس المرمى علي مطشر. الشرطة يبعثر اناقة الانيق، الشرطة يعبث بالانيق، الشرطة في غضون 35 دقيقة اي اداء، اي مستوى، اي جمال. كرة الثابتة تحتاج الى دقة وتركيز، والصفة ايضا للتسديد. ما جاية مع الانيق، كرة خطيرة من زمال، وضعها في اصعب الكن وفي اجمل الاماكن واحلى الاماكن. اي اماكن يا طلبة، كرة ضاعت والاماكن كلها مشتاقة لك يا طلبة للاهداف، لكنها ضاعت من الانيق في مرمى القيثارة الخضراء. الله، وهو من احرز اللقب ايضا عندما كان مع اربيل. كرة خطيرة على رشيد، جول. الله، مرة اخرى مسلم، ضربة جزاء، لا وجود لضربة جزاء البغدادي. كرة علي رشيد انطلق وتعمق في العمق الدفاعي، اراد ان يتعمق امام مرمى مسلم مبارك. علي صلاح، جول ابراهيموفيتش الطلبة. حتى بعد فوات الاوان لا يريد ان يترك علي صلاح هذه المباراة ان تنتهي الا وان يترك بصمة، همسة، لمسة رئيسية من علي صلاح. والان يظهر جمهور الانيق، لكن بعد فوات الاوان يا انيق هدف تقليص الفارق. مباراة جميلة سجل الطلبة اخيرا، هنا الرأسية الجميلة. كرة جميلة. اذكر باهداف المباراة احمد اياد وامجد كلف، وهذا هو هدف المباراة الوحيد للطلبة.